السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل ان شاء الله القطايف مع بعض في البيت من اول العجينة لحد القلي. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بصوا، بشوية مية ودقيق ومعلقة صغيرة من الخميرة وخلص الموضوع. هتعملي احلى قطايف في الدنيا. هنسمي الله ونصلي على رسول ونشوف بدأنا بايه. اول حاجة طبعا هنعملها الشربات، عشان عايزين الشربات يكون تقيل وبارد. كوبايتين من السكر، عليهم كوباية من المية، عصرة نص ليمونة وظرف من الفانيليا. نقلب شوية لحد السكر ما يدوب، بعد كده نرفعه على النار. عندي هنا كمان، ودي خطوة اختيارية، لو موجودة عندك حطيها، مش عندك خلاص مفيش اي مشكلة. هي بس بتدي لمعة حلوة قوي للشربات. حط هنا معلقة كبيرة من عسل جلوكوز، عصرة الليمونة، وكمان ظرف من الفانيليا. بس خلاص، خلص الشربات على كده. نرفعه على النار بالظبط من 5 ل7 دقايق عشان ما يسكرش مننا. خلاص، مهم جدا ان انت تقلبيه كويس قبل ما ترفيه على النار، لان دي خطوة جدا بتخلي الشربات يسكر مننا. تعالوا هنا بقى هنعمل العجينة. هنا في الكبة، وجبت هنا السلاح اللي هو عامل زي الخلاط ده. جبت معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة مش مليانة قوي كده من اللبن البودرة. ده بيخلي طعم العجينة بيكون حلو قوي، وبرده لو مش موجود تقدري تستغني عنه. عندي هنا كوبايتين من المية ويكونوا دافيين، وعليهم كمان كوبايتين من الدقيق. يعني كل كوباية من المية بتاخد كوباية من الدقيق. ممكن يقل ويزيد على حسب نوع الدقيق بتاعك. خلاص. بعد كده، بعد ما ضربته كويس، بيكون يعني الخليط بتاعه شبيه لعجينة الكريب او الطحينة كده. يعني بتكون لا هي تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. نصفيها. الخطوة دي مهمة جدا تصفيها، علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات، وتبقى العجينة معاكي والقطافاية معاكي ناعمة وحلوة كده، القطيفاية. خلاص، نغطيها بقى بالستريتش فيل كده ونسيبها ترتاح. طبعا احنا مش بنخمر القطايف يا جماعه، القطايف عندنا مش بتخمر، لان لو خمرت معاكي هتفور منك على النار. شايفين؟ اول ما عملت فقاعات كده انا سبتها حوالي نص ساعه، مش اكتر من كده. ما خدتش خمر. مش هتاخد خمر لان احنا مش حاطين كميه خميره كبيره، لكن لو كميه الخميره بتكون كبيره بتخلي العجينه بتاعتك تفور منك. خلي بالك من النقطه البسيطه دي. حاجات بسيطه وصغيره قوي، ولكن بتفرق في نجاح الحاجه اللي انت بتعمليها. خلاص. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد كده جبت دورق كده يكون ليه بوز، وفضيت الخليط بتاعي بالشكل ده. زي ما قلت لكم سبتها نص ساعه. بعد كده جبت طاسه وتكون ما بتلزقش، واول ما سخنت معايا واتاكدت انها سخنت معايا، ومهم انها تسخن معاكي عشان القطايف ما تلزقش منك في الطاسه. طلعت معايا بالشكل. انا طبعا كنت عملت اختبار قبل ما اشتغل علشان اشوفها خلاص تمام ولا لا، وبعدين طلعت معايا بالشكل والجمال ده. بتاخد معايا وقت على النار، ما بتاخدش يعني بصوا دقيقه او ما بتكملهاش كمان. آه، يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده. اول ما تعمل فقاقيع بالشكل ده او تعمل ثقوب زي ما انتم شايفين بالشكل ده، والعجين يختفي خالص من فوق، اعرف ان انت عجينتك ناجحه جدا جدا جدا. لو ما عملتش الثقوب او الشكل اللي انت شايفاه ده، يبقى العجينه بتاعتك فيها حاجه غلط. خلاص. حلوة قوي. شايفين ما شاء الله شكلها زي الفل. اظن اصلا مش هتجيبيها بنفس الشكل والجمال ده من بره، بتبقى كده جايه على بعضها عجينه ومعجنه. وكنا عملناها السنه اللي فاتت مع بعض، كانت حلوة جدا. انا ما بشتريهاش ابدا من بره. طبعا سعرها الوقت بقى مبالغ فيه جدا. فكوبايتين من الدقيق عملوا لك حوالي مش هنقول كيلو، لا هو مش كيلو، عمل حوالي نص كيلو، من كيلو الا ربع من القطايف. شايفين شكلها ما شاء الله حلوة جدا جدا، تبارك الرحمن عليه. طبعا انا بدات ان انا لما الطاسه سخنت معايا واشتغلت وبقت معايا تمام. لازم تعملي تجربه في واحده والدنيا ظبطت معاكي، اشتغلي بقى واعملي كميه. ممكن تعملي اكتر من طاسه على النار، على اكتر من عين، وتنجزي الموضوع معاكي بسرعه. شايفين؟ بدأت هنا ان انا اعمل اكتر من واحدة في نفس الوقت. طلع معايا ما شاء الله زي القمر. شايفين شكلها؟ بصوا، خفيفة زي الريشة، مفيش فيها اي وزن ابدا. بعد ما خلصت الكمية معايا بالشكل ده، وطبعا خلي بالك تراعي ان انت ما تديلهاش لون يعني غامق قوي من تحت، عشان انت لسه هتحمريها، فعشان ما تسودش منك. شايفين ما شاء الله شكلها حلو ازاي؟ بعد كده نعمل الحشوة بقى. ممكن تحشيها بقى مهلبية كاستر، لو عندك عاملة كاستر فايض عندك طبق كده تحشي بيها. انا هعملها مكسرات. خلاص. جبت هنا معلقتين من السوداني، معلقتين من جوز الهند، ومعلقتين كمان من الزبيب. قلبت الكلام ده كله كده مع بعض، ونحشي بقى القطايف بتاعتنا، وتقفلي مرة رايح ومرة جاي. الخطوة دي مهمة جدا علشان القطايف ما تفتحش معاكي في الزيت. مش هتفتح معانا ولا وحداية، هتفتح معانا وهتبقى معانا احلى قطايف. شايفين شكلها ما شاء الله؟ مقرمشة جدا جدا جدا، وكمان من جوه يعني زي القمر. طبعا انا كنت عاملاها وانا صايمة، ما كانش بعد الفطار ولا حاجة. كنت نفسي ان انا ادوقها معاكم عشان بجد اقول لكم طعمها عامل ازاي. لكن انا بسجل لكم دلوقتي بعد الفطار، وبجد طعمها تحفة خطير.
مفيش انضف ولا احلى من حاجه البيت. وطبعا ما تكبسيهاش حشوه، يعني انا لما بلاقي واحده في ايدي الحشو مكبوس معايا بالشكل ده، ده طبيعي هتخليها تفرقع منك، فبنزل منه اظبط الحشو بتاعها ما تكونش مكتومه قوي من الحشو. شايفين شكلها؟ يعني اعملي كميه بسيطه، لان لما بتبات يعني الحاجه لما بتكون صبحه بتكون افضل. هنا الشربات بتاعنا شايفين ما شاء الله، لما بدأنا بيه الاول وسبته لما برد معايا تقل معايا جدا جدا، وكمان اللمعه اللي انتوا شايفينها دي حلوه قوي. بعد كده جبت طاسه على النار فيها كميه زيت مناسبه، وطبعا الطاسه يكون سورها عالي شويه علشان تتحكمي في التقليب براحتك، وممكن تعملي في حله. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس بتحط سكر في الحشو، ما تحطوش سكر في الحشو، لان السكر اول ما بيتعرض للنار وبينزل في الزيت بيتكرمل، فبينزل في الزيت فبيحرقهولك. ما تحطيش سكر ابدا في قلب الحشو. خلاص. طب لو هنحشي مهلبيه، هتحشي مهلبيه وهي عجينه لسه مفيش اي مشكله، وتحمريها عادي برضو، كنا عملناها السنه اللي فاتت مع بعض، اللي عاوز الفيديو ده يقدر يرجع له. شايفين شكلها ما شاء الله زي القمر. نقلبها بقى. بصوا طب التسويه هنا ازاي؟ التسويه اول ما بتحطيها على نار عاليه جدا، بعد كده بتهدي النار عشان تديكي قرمشه. شايفين؟ طبعا لسه اللون مش ده اللي انا عاوزاه، انا بحب اللون بتاعها يكون احمر زياده شويه، يعني ما بحبهاش تكون بيضه. طبعا لما بتطلعيها بيضه وتحطيها في الشربات بتطرى معاكي. في حاجه مهمه جدا، الشربات لو خفيف معاكي برضو هتطرى معاكي، الشربات لازم يكون مظبوط زي ما انت شايفاه بالشكل ده، ما شاء الله زي الفل ومظبوط بالشعره. جربوه بس بالطريقه دي وان شاء الله يظبط معاكم جدا، للناس اللي دايما بتشتكي ان الشربات بيسكر معاها. حط هنا كمان دفعه تانية وخلاص، خلص الموضوع على كده. القطايف بتاعتنا سهله وبسيطه، كوبايتين من الدقيق، كوبايتين من الميه، ومعلقه خميره، وخلص الموضوع على كده. نقلبها بقى كويس، تسيبيها كده حوالي دقيقه في الشربات عشان تشرب كويس، عشان الشربات تقيل معانا، واستحاله انها تفك منك، او استحاله كمان انها تطرى منك، لان احنا عاملين الشربات مظبوط جدا. شايفين شكلها ما شاء الله زي الفل. طبعا مهم جدا ان انتوا تحطيها في مصفى عشان الشربات الزياده اللي فيها ينزل فيه كده، وتستعمليه المره التانية تحطيه في برطمان ازاز نضيف كده في التلاجة، وتستعمليه بقى لاي حلويات شرقيه تاني. جبت هنا بقى رشه كده من جوز الهند، انا بعشق ان انا ارش عليها جوز الهند. لما بتاكلي بقى جوز الهند مع الحاجه مسكره يعني بصوا الطعم بيكون حاجه كده وهم. شايفين ما شاء الله شكلها؟ شايفين من جوه عامله ازاي؟ بصوا تحفه من جوه ما شاء الله. والحشو من جوه شاربه كمان من العسل، ومستويه جدا معايا، وناشفه جدا من بره ومقرمشه وزي الفل. جربوها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. طريقتها سهله وبسيطه ومفيش فيها اي فكره ابدا، قالب به كده تعملي الكنافه. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو بحاجه، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وفي رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين.